يلا يا ياسر سمع عمو. السكواد ده حلو وثابت سنه، السكواد ده حلو ما اقدرش انا اتكلم عنه، السكواد ده حلو. انا جيت بعد ما الاهلي بجلالة قدر انضم لقائمة فيلم لا تسجيل ولا استقبال بطولة المدير الفني المخضرم علاء عبد العال. بتعالج بسببك يا بعيد. في سلسلة التعادلات السلبية لبث المتعة والإثارة والحماس في قلوب عشاق الكرة المصرية. وانا من موقع هذا احب اقول لك اننا خرجنا من الموضوع ده بعدة نقاط مهمة، نقطة للنادي الاهلي ونقطة لغزل المحلة، ده غير النقطة اللي جات لي وانا بتفرج على المباراة. انا بصراحة مش فاهم هو الكابتن المخضرم علاء عبد العال بيعمل فينا كده ليه؟ يا عم انت بتلعب على ارضك في الميلتا باور استاديوم وبتكمبر كمان، يا عم انت تركي ولا ايه؟ علشان تنتهي الجولة الرابعة من متعة الإيجيبشن ليج وندخل على مباراة الأهلي القادمة في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل 2025-2026 أمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وزعيم أندية المستثمرين، يعني الرجولة والجدعنة وصاحب صاحبه كمان، نادي بيراميدز. المباراة اللي قيمتها التسويقية على حسب صحيفة ترانشخير ماركت ب 61.4 مليون يورو. وبقول لك إيه، لو أنت مش عارف يعني إيه 61.4 مليون يورو ابعد عن دماغي أحسن. زينة والله زينة. المباراة اللي هتقام يوم السبت الموافق 30 أغسطس على استاد السلام بمحافظة القاهرة. أهو بعد التقديمة الفشيخة دي هفاجئك وأقول لك إن دي مش أي قمة، دي قمة مباريات المنطقة الدافئة بجدول الترتيب. ما هو ده اللي قدامي دلوقتي وأنا مش هقدر أدلس وأضحك عليك برضه. طب تعالى أعرفك على وضع الفريقين في جدول الترتيب الأول. الأهلي جمع 5 نقط من 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 2، وسجل الأهلي 6 أهداف واستقبل 3. وعلى الناحية التانية بقى مع بيراميدز اللي هو الأسيوطي سابقا، ولو أنت بتتضايق من اسم الأسيوطي ده أنا عايزك تتعود على الاسم ده معايا علشان لسه هجيب سيرة الأسيوطي تاني لما أقول لك على تاريخ مواجهات الفريقين. هارش وجمع بيراميدز 5 نقط من 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في 2 وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل 4 واستقبل زيهم. يعني تقدر تقول ان يوريشيتش المدير الفني البيراميدز مش بعيد يشمر رجليه في ماتش الاهلي الجاي وينزل يكمبر قدامنا زي ما عمل اخونا علاء عبد العال. وتعالى نسترجع بعض الارقام عن تاريخ مواجهات المارد الاحمر مع زعيم اندية المستثمرين كابتن هاني. مش عايز اتكلم على موضوع التحكيم يا اختي قبيله عسل يا ناس. وتقابل الاهلي مع بيراميدز بمسماه الجديد في 18 مباراه، فاز الاهلي في 8 وقدر بيراميدز يفوز على الاهلي في 5 مباريات وتعادلوا في 5، وسجل الاهلي 23 هدف في شباك بيراميدز، في حين تمكن زعيم المستثمرين من تسجيل 18 هدف في شباك المارد الاحمر. واكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كانت بنتيجه 3-0 اللي اتكررت في 3 مناسبات، مرتين للاهلي في موسم 2021 2022 مع الموس، ومع جدي في الدور الاول من موسم 2022 2023، ومره وحيده لبيراميدز في الدور الثاني من نفس الموسم 2022 2023. ويعتبر وسام ابو علي وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وعمرو السوليه هم هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف. وبكده نقفل صفحة بيراميدز وندخل على صفحة مواجهات الأهلي مع الحاج الأسيوطي. أهو يا عم مش حاربك من حاجة يا ابن الكلب. وتقابلوا في 5 مباريات، فاز الأهلي في 3 وتعادلوا في 2، وقدر الأسيوطي يفوز بمباراة وحيدة فقط، المباراة اللي كانت في بطولة كاس مصر 2018 اللي خلصت بنتيجة 1-0، وسجل الأهلي في مرمى الأسيوطي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد. وبما إن مليت دماغك بالأرقام دي كلها وإحنا في حضرة الإيجيبشن ليج فالحلقة انتهت لحد هنا، بس المرة الجاية يا أخي العزيز هقابلك مع نداء الوطن مع أرقام وإحصائيات لأم الدنيا. بس بقول لك يا كابتن ما تنساش اللايك والفولو وتقول لي توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في كومنت. امال مين اللي هيحاسب على الحلقة دي؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت حسابي منين؟ دمتم في أمان الله، سلام.